انت بتمشي على حاجات معينه؟ بظهر الاظافر بتاعت اليد نفسها اه. عشان تبقى ظاهره معايا في الشغل نفسه. انت بتعمل ايه يا عم خيري بقى دلوقتي؟ بنسيح الشمع عشان نلزق عليه قطعه الشغل اللي هنبدا نشتغل عليها. تمام، الموضوع مش بالسهل يا جماعه، بصوا. الشمع ده لما بيجي على الايد بيطلع بالجلد. تمام، ايه الهدف من المرحله دي اصلا يا عم خيري؟ عشان تتحكم فيها ضغطة القلم اليدوي تمام. غير الليزر، فلازم الضغطة تبقى شديدة شوية. لان الحفر او الشغل اليدوي مختلف عن مختلف عن الليزر المكن الحديث. بنسخن حتة الشغل عشان نبدأ نلزقها على الحتة عشان تبقى متماسكة معاها بتحطها على الشمع بالمنظر ده. بالمنظر دوت عشان نبدأ نشتغل عليها. بصوا يا جماعه، والله القصه مش سهله بالمره، الحاجات دي متعوب عليها قوي 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 عشان تطلع بالمنظر اللي حضراتكم بتشوفوه في النهايه. هنا ده الشغل ده يدوي، الشغل ده يدوي. اه. دي نظام معين في الشغل. نبدأ نجيب الأقلام بتاعتنا ونختار يعني القلم اللي ليه احنا. اقلام مختلفه عن اللي ليه كنت اقلام شغال بيها من مختلفة؟ شويه؟ دي اقلام يدوي. اه. في حاجه زي ده اسمه ساتانيه، ماشي. في قلم جورسه، في قلم قشط. دي اقلام مختلفه عن بعضها، بحيث عايز اشطار رفيعه او حفر رفيع الاقلام دي بنشتغل بيها. انت بتمشي على حاجات معينه؟ بظهر الاظافر بتاعت اليد نفسها اه. عشان تبقى ظاهره معايا في الشغل نفسه. عشان تفاصيل تفاصيل اليد نفسها. تبان. نبدا بعد كده تحديد الشغل نفسه. هل كان زمان الشغل بالطريقه اللي حضرتك بتشرحها لنا دلوقتي دي ولا؟ كان نفس الشغل ده اه. كله شغال بالطريقه اليدوي ده هي. اما بالنسبه للفراعنه كانوا شغالين بالنحت. بالنحت. وده بالنحت اصعب واصعب. اصعب.